لا، طالما ضروري نعمل ميك اب اسود احنا ورانا ايه؟ اول حاجة هاخد اللون ده درجته طوبي على الفرشة دي بعد ما حطيت كونسيلر بس ما ثبتهوش بالباودر، وهبدأ من نهاية العين هنا اسحب اللون الطول اللي انت عايزاه واللي مناسب لشكل عينيكي، وبعدين هرجع بالخط ده عند الجفن الثابت. هنا احنا عندنا الجفن ده المتحرك وانت بترمشي وده الثابت، انا عايزه وانت مفتحه عينيكي الرسمه تبقى باينه، فهنعلى بالخط هنا على فوق الجفن المتحرك بتاعك. فاهمه قصدي؟ جبت بنسل براش، اخدت لون بني غامق وهبدا اطبطب اللون جوه اللون الطوبي اللي انا حطيته. فاهمين قصدي؟ من جوه هنا نفس الرسمة هي همشي عليها بحيث ان انا اعمل تدريجة للالوان. انا كل ده بمهد للون الاسود، وبعدين رجعت للفرشة الاولانية باللون الاول علشان ادمج الاتنين سوا. هاخد فرشة فلافي كده شوية، هي مقطوشة ممكن تاخدي اي شكل، هاخد عليه برونزر فاتح خالص وهدمج برضو الاطراف. القطنة بتاعت الودان دي عليها ميك اب ريموفر وبنضف كده تحت العين، واظبطي بقى السحبة زي ما انت عايزين، انا عايزاها لفوق سنة مش للجنب. فرشة كده انجل، فرشة حواجب، وهاخد عليها اللون الاسود، هشيل الزيادة وهرسم ايلاينر، وهرجع برضو باللون الاسود اعمل كأني هعمل دبل ايلاينر واكمله لجوه هنا بالفرشة البنسل اللي عليها اللون البني، وهدمج الخط، وبعدين هطلع لفوق سنة بالفرشة الأولانية اللي عليها اللون الطوبي، وآخر حاجة هطلع لفوق أكتر بالفرشة الفلافي وأموه بقى الأطراف. كونسيلر فاتح هحطه على فلات براش تكون رفيعة مش عريضة عشان تقدري تتحكمي في الزوايا وفي الرسم. وهنعمل بقى الكات كريس، انضف الجزء اللي تحت ده لحد هنا، وبعدين بثبت الكونسيلر ده باي شادو ابيض، يعني يدوب فيه شمر خفيف قوي مجرد ضي، ورجعت للاي شادو الاسود علشان ارجع اظهره واظبط الرسمة اخليها نظيفة كده ومتحددة. هحدد بقى العين اكتر بالايلاينر واعيد هنا على الايلاينر اللي عملته بالاي شادو واركب الرموش واجيلكم. كده بعد الايلاينر والرموش هرفعها بس بالماسكارا. ابسط ميك اب وش في الدنيا علشان نرجع نكمل الاي لوك. بلاشر كريمي ونقط بسيطة من فاونديشن يكون خفيف، انا بستخدم دلوقتي فيت مي. ندمج بقى كله ونثبت بلوز باودر شفافة وبرونزر باودر بلاشر باودر. سرحي حواجبك وثبتي الشعر بتاعها بماسكارا لو هي محتاجة واملي الفراغات. كحل اسود جوه العين ومن فوق هنا كمان. بنسل براش اللي كان فيها اللون البني الغامق هاخد نتوفة اسود يعني خفيفة جدا وهنفض الزيادة، وهثبت بس الكحل كده من تحت خط الرموش وادمجه حاجة بسيطة. ماسكارا على خفيف خالص في الرموش اللي تحت، هايلايتر سيلفر، نمسح الليب بالم واي حاجة على الشفايف. والروج هعمل ميكس كده، الاول هحط الدرجة دي ثم هجيب درجة نبيتي كده من سوبر ستاي عشان تمشي مع الطوبي اللي احنا حطيناه فوق. هغمق بس الشفايف من جوه
واخر حاجة هميكس كده بين الدرجتين دول عشان يبقى جلاسي شوية. اخر حاجة الشمر السيلفر اللي انا حطيته فوق ده هنور بس بيه هنا، وخلصنا. هو دوت الميك اب، دي رسمة العين قريب بس تشوفوا تدريجة الالوان اللي عملناها. حابة بقى تغيري درجة الروج، عايزة تغيري الشمر مثلا تخليه على جولد ظاهر شوية، لا عايزاه مات، يعني العبي وغيري زي ما انت عايزة. لو حابين اطلع معاكم لايف ونعمل اللوكات اللي انتوا عايزينها، تختاروا معايا الالوان وستيب ستيب بقى كده واحدة واحدة نشتغل مع بعض، اللي عنده اسئلة يقولها. قولولي تحبوا يبقى يوم ايه، الساعة كام، يعني الصبح ولا بالليل، الوقت اللي يناسبكم، وان شاء الله اطلع لايفات معاكم وناخد وندي مع بعض كده. اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. باي.